البنت لما اتولدت كانت شكلها زي الستات الكبار، علشان شكلها كان غريب قوي. عائلتها اتخلت عنها عند الميناء. حنينة اتبنتها، لكن الناس اللي حواليها كانوا بيتعاملوا معاها كأنها وحش. الأم الحنينة كمان اتعرضت للتمييز عشان اتبنتها. بسرعة البنت كبرت لحد ما بقت عندها 7 سنين. كل يوم في المدرسة كانوا بيهزقوها، بس كان في ولد واحد بس مستعد يدافع عنها. هو كمان قال إنه هيوديها عشان تشوف باباه اللي كان دكتور. أبو الولد عمل للبنت كشف طبي مفصل، لقى إن عندها أمراض خلقية كتير. جسمها كان بيشتغل زي جسم واحد عنده 70 سنة. هو قال إن البنت ممكن ما تعيشش لحد ما تكمل 10 سنين. في اللحظة دي الأم الحنينة جات. الولد كان عايز يدعوهم ياكلوا مع بعض، لكن أم الولد قالت لهم يسيبوا المكان. لما رجعوا البيت البنت قالت للأسف مش عايزة أفقد صديقي الوحيد، بس عيلته باين عليهم مش معجبين بيا. الأم الحنينة راحت تواسيها بسرعة. بس لما الكل كان فاكر إن البنت مش هتعيش لحد ما تكمل 10 سنين، حصلت معجزة. البنت لقت نفسها بتصغر وتبقى أصغر وأصغر، كمان بقت صحبة حلوة مع الولد. لما بقت 18 سنة الولد دخل الجامعة، وعدها إنه لما يرجع هيعالجها. في اليوم اللي بعده الولد خد البنت معاه لحفلة الاحتفال بتاعته. واحدة معجبة بالولد زعلت لما شافت ده، مزقت خطاب قبول الولد. بعدين قالت للبنت تروح تجيب الخطاب. البنت جابت العلبة. لما الولد فتحها لقى الخطاب مقطوع. الكل ظن إن البنت هي اللي عملت كده.